الأستاذ فهد المطوع رئيس مجلس إدارة نادي الرائد اللي كان ضيف شرف موجود في هذا الحفل علق بصراحة عن هذه المشاركة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على إتاحة الفرصة لأوضح وجهة نظري في الموضوع. أولا طبعا هذه كانت دعوة من أخ وعزيز علي، اتصل فيني وعزمني على مناسبة، قال لي أنا عندي مناسبة حاضرها الأمير فيصل بن تركي والأخ طلال الرشيد وبعض الإعلاميين النصراويين وحابين أنك تشرفنا. طبعا أنا من حكم علاقتي مع جميع الأندية وليس فقط نادي النصر أو نادي الهلال أو أي نادي آخر، رحبت بالدعوة وذهبت وحضرت الدعوة وكنت متواجد هناك يمكن من الساعة 9 إلى الساعة 12، وبكل أمانة ويشهد الله ما شاهدت أي شيء يدل أن هذا الدعوة أو العزيمة هي للاحتفال بالعالمية أو بالاحتفال بخروج الهلال من الآسيوية إطلاقا. فبعد ما طلعت ما أدري، يمكن صار شيء بعد ما طلعت، هذا ما أدري عنه، لكن في تواجدي هناك بالعكس ما كان في أي حاجة، كانت دعوة وكنا جالسين نتكلم ونسولف عن الرياضة بصفة عامة وليس على نادي النصر. والله أنا سألت، طبعا أنا سألت والله لأن كنت والله ودي أشوف الأمير فيصل وأسلم عليه، سألت الأخ اللي عزمنا وقال لي الأمير فيصل اعتذر في آخر لحظة بس ما سألت والله وش السبب، ولكن سألت قلت له الأمير فيصل ما قال والله اعتذر الأمير فيصل. الحكم الدولي مطرف القحطاني كنا طبعا أجرينا معاه اتصال في وقت سابق وطلبنا منه التعليق على هذه القضية. اعتذر الكابتن مطرف القحطاني، قال أنا آسف لا أريد التعليق على هذا الموضوع بشكل نهائي، ونحترم طبعا نحترم خياره.